وشفته بالتلفزة وكذا، ولا عندي تعليق لأنه كلامه خطير جدا. من يحكم الحكومة؟ احنا عندنا نظام مؤقت اللي هو دستور البلاد اليوم بعد توقيف العمل بالدستور القديم. نعم. فيه رئيس الجمهورية، فيه الوزير الأول والحكومة، هذه اللي تحكم في البلاد. نعم سيد. وأنا ما دامني موجود في مكان الوزير الأول ما يحكم معي حتى حد. نعم سيدي الوزير الأول، فرحات الراجحي يعني كان واضحا في تصريحه أن هناك حكومة ظل يقودها رجل أعمال هو كمال الطيف. هل أصبح لهذا الرجل دور بعد ثورة 14 جانفي؟ هو حكومة ظل ولا حكومة شمس، فما كان حكومة واحدة. وأنا أمثالي أنا ما يحكم معي حتى حد لأني أتحمل مسؤوليتي. وهذا السيد اللي كلمت عليه أنا نعرفه ونعرف الناس كل في تونس، وما عندي مشكلة مع حتى حد. وقت اللي أنا بديت في الحكومة هذا ما زال ما تولدش. أنا بديت عام 1956 مع الرئيس الحبيب بورقيبة وقت اللي كان وزير أول، وأنا كنت معه حتى العام 86 قبل سنة قبل ما يغادر هو الحكم. ولهذا فلان يحكم فلان ما يحكمش وكذا، هذا يسميه قرقيش حناك، قرقيش حناك. والسيد الراجحي هذا إنسان كذاب، وإنسان يقول في كلام خطير وما هوش مسؤول. وعذره الوحيد حسب اعتقادي هو كونه ناس لعبوا به وهو مخه متوسط. هذا هو يقول أنا مسيو بروبر، ومش كل إنسان يمشي يعمل دوش كل صباح يولي بروبر، لازم مخه يكون نظيف وقلبه يكون نظيف، وهو مش الحق. نعم. هاقول لك علاش، لازم تعرفوا تو ما تبداوش تنقزوا، يلزم الامور تفهم. خاطر توا الناس يلوموا علينا يقولوا ما تقولولناش، فهمونا، اعطيونا التفسير. ها باش نعطيكم التفسير. هذا السيد ساعه جاء قال هذا السي باجي اقالني ويكذب وعمل لي هكا. انا انسان متربي، وانا كنت نخاطب رؤساء الدول في العالم اجمع، وكل رئيس نخاطبه بلغته، لكل مقام من مقام، بحيث ما نعرفش نقول. هذا انسان. كنت قاعد في بيرويا عندي زوج فتيات، خرجت من البيرو نتاعي وقعدت هوني وحطيته في الفتاي المقابل، وعيطت للشاو وجاب له قهوه، الشاو كان هوني تو يقول لك. وقلت له يا سي فلان، راهو استقر الراي ان يقع تعديل في الحكومه، وهذا التعديل سيشمل المنصب اللي انت فيه، ولهذا حبيت نعلمك قبل ما تسمع في الجرايد وتسمع في الشارع. هل يمكن أتدخل هنا أن أتدخل؟ بالطبع تتدخل ونعاود ندخل. فرحات الراجحي قال أنه لم يقدم استقالته على في منصب وزارة الداخلية، وإنما وقعت إقالته. فالسؤال هنا من عين الراجحي ومن أقاله؟ أولا ساعة أنا كنت نوصف لك في الحالة، أنا لا قلتوش أقلتك لأني أنا ما عنديش سلطة الإقالة. اللي يسمي الرؤساء هو رئيس الدولة، يسميه هو ويسميني أنا. ولهذا بور الباراليزم دي فورم اللي ينحيني أنا نحيه هو. جمش أنا نجي نقول له أقلتك، معناها راجل يكذب ما يعرفش شنو هي إجراءات تاع الدولة، وهي مشكلته هو مش فاهم الدولة شنو هي. بحيث قلت له هالكلام هذا قد وقلت له توا السيد الرئيس قضيت لك وعد معه، امشي شوفوا لربما باش يعرض عليك مسؤوليه اخرى. باش نقول له قال لي شنو هي المسؤوليه؟ قلت له مش من مسؤوليتي، امشي اللي باش يسميك هو اللي باش يقول لك. مشى فعلا وقابل الرئيس وعرض عليه مأموريه وخذاها، والمسؤوليه اللي اعطاها له في رتبه وزير. لو كان قلنا له هكا كما قال اقلناه وكذا، واش نعملوا له في الكراسي الكل هذايا حتى. وانا اذا كان قلت الكلام هذايا باش ناخذ بخاطره، يعني باش نجبر له خاطره. مساله تربيه، هذه مساله حضاره. يمكن هو مش متحضر شيء اخر، لكن يقول قائل وعلاش نحيته؟ يا سيدي ما هو سالوني يعني، مشيت في اللجنه العليا قالوا لي كيفاش تقيلوا من غير ما تشاورنا؟ قلت له لا ما نشاوركمش، خاطر مش مولاتي، مش مولات رئيس الدوله، لا نشاوركم باش تقسموا معايا ثم كذا، ما نشاوركمش. ولكن ها باش نقول لكم علاش، باش على الاقل يعرف هو يمكن علاش. هذا انسان الاداء نتاعو لم يكن في مستوى المسؤوليات تاع وزير الداخلية، وانا عندي مسؤولية في كونه الوزراء يخدموا حسب مشمولات انظار. ما هذه وزارة الداخلية انا نعرفها، قعدت فيها 14 سنة، اذا كان هو قعد شهر ونص
ولا شهرين، هو خدم معايا 20 يوم وراه، انا ما جبتوش ما نعرفوش 20 يوم. يعني هو يلزمه ساعه يبدا يقوم بكري ياسر ويجي اول من يقوم، ويرقد مخر ياسر واخر من يرقد. اما اذا كان يجي واحد يجي في العشرة وراه في الاربعه ما ينجمش يكون وزير داخليه. ثم يظهر لي ما يعرفش مقتضيات الوزاره هذه، ما يعرفهاش. انا أول نهار سمعنا في الراديو وفي التلفزه سمى مدير عام الامن الوطني. عجب في باليش هذه تكلفون كلمت رئيس الدوله، قلت له بلاش، وافقت على هذا. قال لا ما في باليش. عيطت له كيفاش هذا وحدك تسمي مدير عام الامن الوطني؟ راهو الامن الوطني يسميه الرئيس وانا ما عنديش علم. وجاب انسان اللي هو جماعه بن علي وخدم في كذا وخدم في كذا، واحنا في بالنا باش نحبوا النظف. فقلت له لا، لازم يخرج ونخرجوا اليوم، وهكذا ما وقع، حيث ما عندوش. ثم كذب كذبه اكبر منها، قال انا نجيب الولاد وهما يخرجوهم ويجيبوا وحود من الرصيدي، مش هيك قال؟ كان كتاب بعد. نعم. هو ساعه عمره ما سمى والي وانا وزير سيدي. وثانيا الولاد اللي سماهم الكل تبين وانهم حتى امر ما عندهمش ويخدموا هكا على الهامش. حتى اللي من بعد مش كيف تبدل الوزير جبناه هو وسميناهم جديد وعملنا لهم اوامر ومشاو الدوله اليمين. الدوله عندها ضوابط وعندها امور هو ما يعرفهمش، معذور. لا لكن يجيش يلوم علينا في هذا. نعم، لكن لا ننسى ان هناك قرارات مهمه اتخذت عندما كان الراجحي على راس وزاره الداخليه. تفضل. شنو حل التجمع مثلا؟ ايش بيه؟ واحنا موافقين عليه. لا يعني تعليقا على تعليقك على الاداء الوزاري ايه كيف يحل؟ سامحني، هو مش كل شيء اللي عمله ما يصلحش. وقتها راهو من النهار الاول لا مش مشكل. وداير حل التجمع حله قبلي انا قبل ما نجي. انا خدمنا معايا من 6 مارس حتى 28 نظن مارس، خدم معايا 3 أسابيع. شفت ان الاداء نتاعو ما يصلحش، مش كافي. عندي الحق، طلبت من الرئيس قلت له هذا ما ينجمش يخدم معنا لانه ما الاداء نتاعو غير كافي. فوقع هذا هو صار. وواحد يسمى وزير وقت طول عمره وزير. تو مليح رؤساء كانوا يشدوا في البقعه حتى من عام 9 يحبوا يبقى عام 14 يجيبوهم. اما الوزير من مشمولاته الاساسيه ومن صفاته الاساسيه ونجموا نقلوه في كل بقعه، خاصه في حكومه مؤقته. كل شيء مؤقت. قلت انه من الممكن انه اطراف لعبت بسي فرحات الراجحي. إيه؟ فهل ما زالت هناك لوبيات تعمل على الشد الى الوراء واجهاض الثوره، خاصه انه نعرف انه فما ناس مورطه مع النظام السابق في الفساد، ولكن ما زلنا نشوفوا فيهم عايشين بصفه طبيعيه ويتحركوا في البلاد وما قلقهم حد يعني. هذا ثم السؤال بتاعك فيه نوعين شطرين. شطر هل ثم ناس ما زالوا لوبيات وكذا ومن النظام القديم؟ مش صحيح، ما زالوا ثم لوبيات اما من النظام الجديد من جديد. تو الناس اللي ما يحبوش تاقع الانتخابات يوم 24 واللي نهار كل تو هما يعرضوا فيها. شكون هم الناس هذه؟ تو عاد انت تبارك الله صحفيه وممتازه، لازم تو تسال شويه وتو تلقى. هذه حاجه الاولانيه، وتو نبينهم لك انا لانه تو تشوف وقع مشكله كبيره ياسر. انتم رجال الاعلام الحبه تردوها قبه، نقولها لكم بكل صراحه. يعني قال مشكله كبيره معناها اكثر من قنبله ذريه، هو كونه صار خلاف ما بين اللجنه العليا وما بين الحكومه على فصل 15 المحنون هذا. وفي الحقيقه هو عندنا خلاف واحد، هو كونه هي اللجنه الاستشاريه والحكم عند الحكومه، ولربما ثم اغلبيه او اقليه في اللجنه الاستشاريه حبوا هما يحكموا نحن كالبوسطه، معناها كيف الحكم البوسطاجي يجيبوا لنا واحد نعملوا طابع ونخرجوه في الرائد الرسمي، وهذا ما يصحش، وهذا يتخلفنا على هذا. ما هو يطرح اشكال الشرعيه يعني الدستوريه اللي وقت الشرعيه حتى حد ما عنده شرعيه. واحنا حبينا ان نسرعوا بالانتخابات باش الهيئه تولي شرعيه اللي باش تجي تسير البلاد، ونحن الشرعيه نتاعنا هو القيام بالواجب والشعور بالواجب، وان الدوله ما نخليوهاش معناها فارغه وما فيهاش شكون يسير فيها. فقمنا بالعمل هذا وعملنا التواصل، ولكن احنا اسرع الناس واحرص الناس على ان الشرعيه تولي في اقرب وقت تتوجد. هذاك علاش قلنا نعمل انتخابات،
وما فماش شرعيه اكثر من شرعيه اللي تجي في الحكه الاقتراع الشعبي. وقتها الهيئه اللي باش تجي جديده باش تولي عندها شرعيه وباش تولي عندها السياده وباش تولي عندها كل شيء. فالراي هذا مش الناس كل ماشيين فيه. ثم برشا من الاحزاب زاده ما يحبوش الانتخابات هذه، لربما الانتخابات تبرزهم في وزنهم الحقيقي. اقول ربما، لكن فيما يخصنا احنا حتى حد ما نجم يتهمنا بشيء. لأنش اول ما بدينا قلنا احنا ما نترشحوش، ماشي هذا. اذا كان احنا ما نترشحوش كيفاش يجي يقول تحب زيد تقدم زيد على عمرو؟ عاد ما اذا كان نحب نقدم زيد نقدم روحنا. يعني ما يصح الصدق الا ما 13 ولاد الحومه. هذا هو اللي ثم، هذه الخلاف اللي صار. والخلاف سامحني، الخلاف تم لانه وصلنا لحاله توفيقيه. يوم اللي وقع الاعلان على الحاله التوفيقيه انفجر كلام سي الراشحي. يعني ماشي صدفه، لان ثم ناس ما يحبوش. شنو اللي فيها هذا؟ تعرفوهم الناس هذو؟ انا نعرفهم وانت تعرفهم والناس كلكم تعرفوهم. سيد وزير الاول تبارك الله، انت معناها قلت احنا الصحافيين من الحبه نعملوا قبه، تعملوا من الحبه قبه، وقوه زاد السياسيين انهم القبه يردوها حبه. يعني متفاهمين بطريقه هذاك دورهم السياسيين. اما الصحافي دوره الحبه يقول لها حبه والقبه يخليها قبه. انا سؤالي بسيط جدا. تفضل. على خلفيه كلام السيد فرحات الراشحي. ايوه. انا شو نقول اذا الكلام اللي قالوا سي فرحات الراشحي كذب وادى الى ما ادى اليه من تقرير عصيان مدني، فلا بد ان يحاكم. كذلك. واذا كلامه صحيح لابد ان يتحل تحقيق في الشيء او الحقائق بين ظفرين التي اصدع بها. باش ما نردوش المساله شخصيه بينه هو وبينك انت، ولا بينه هو وبين سي كمال الطيف، ولا بينه هو وبين الجنرال عمار. سبع كمال الطيف ماذا بيا ما عندوش دخل. جمله من فضلك، لا هو ولا غيره. تذكر هو سيد الوزير ما يهمنيش، هو نجم يذكر حتى شافي رشدي. تذكر صرنا فارسه، اما هذا ما ثماش. ما نبداوش يبدا نخلقوا في الظروف والملابسات. الكلام نتاعو هو مش كذب برك وخطير جدا. علاش خطير؟ مش قال هو؟ قال سي الباجي كيف اللي انا ولد خالته، فهمتي ولا لا؟ الباجي برك ضربه واحده، التربيه هذه نتاعو مشى للجزائر باش يتفاهم مع الجزائريين ويرجع. وفي حالة إذا كان جماعة النهضة يربحوا في الانتخابات ويجوا في كذا يعملوا انقلاب مع العسكر، وهكا ولا؟ هذا ايش قال؟ هذا ساعة كلام خطير جدا جدا. وأنا عندي تو تجربة تاع 60 سنة عمري ما سمعت كلام أخطر من الكلام هذا. هذه حاجة. اثنين، تو تتصوروا أنا باش نمشي للجزائر، مشينا للجزائر والمغرب وعندنا صحفيين غير معنا أو والكل، وعندنا وزراء في المقابلات الكل ماشيين باش نقول لهم بربي اذا كان النهضه وساعه وشكون قال لك هو النهضه هي باش تربح في الانتخابات، وشكون قال لك باش تقع الانتخابات تو هذوكم الناس اللي معارضين فيهم تو باش نمشيو احنا للجزائر بعد. شوف هذايا منها علاش قلت لك هذه مساله اكبر من مخه. هذا انسان لازم عنده مرض في المخ تاعو باش يفكر هكا. شكون يجي لباله هذا؟ حتى الشيطان ما تجيش لباله هذا. هذه حاجه باش نعملوا انقلاب من هنا. شو نقول لك؟ هذايا عندك الحق، كلام كذب وكلام خطير وكلام يستدعي المتابعة الجزائية. بقى أنا كما قلت سيادتك أنت وبارك الله فيك ما عنديش مشكلة شخصية. أنا تو كل شيء نتحمل فيه من أجل الدولة ومن أجل تونس راهو. ولا ايش دخلني نجي هنا نسمع ما يوسخ له ظن. هذا مش كان سي الراشحي وغيره تكلموا في اللجان كلام سيء جدا. لو كان جات في ظروف اخرى هذوك الناس كل يمشوا المحاكمه. وقت اللي واحد يقول لك اذا ما تمشيوش في هذا البلاد تحرقها، والاخر يقول لك تو الدم يجري، كلهم هذا مخرجون تقراهم في الجرايد. هذا حبيب عاشور وما ادراك مناضل كبير قال مره كلام هكا خلى 10 سنين حبس. خلي هذا بحيث انسان يبدا مسؤول لازم يعرف شو يقول. وعندك الحق. والناس علاش عملوا هذا؟ يقول لك عجب هذا كان وزير الداخليه ورجل معروف ويعمل يديه مسيو بروبر وجابوني باش ننظف وجه مبيض الوجه هو سود الوجه. فهمت ولا؟ يعني هبطوا الناس في الشوارع. لهذا أكذبوا تكذيبا قاطعا كل ما قالوا كذا،
واعتبره كلام صادر عن إنسان غير مسؤول. وثالثا أنا أعتقد معرفتي الشخص والغيره هو كونه هذا مش وحده، هذا شكون دبر عليه وشكون استدرجه وشكون دفعه في هالحالة هذه. ولو تشوف سامحني، ولو تشوف كيفاش وقع استغلال التصريح في فيسبوك وفايس كذا وفايس كذا، كيفاش وقع. والصحافي هذا السي حمدي ايش فهمت اللي ولا قال كذا احنا نحبوا نفجروها ونحبوا نعملوها ونحبوا كذا، وشكون هو سي حمدي صح انا نعرف، حيث مسألة مركزة ومفبركة ومقصود منها ادخال البلبلة وادخال التفرقة ومسألة فتنة. تيجي يقول السواحلية يعني كذا، احنا عندنا 50 سنة في الكفاح هذا ونعرفون السواحلية كافحوا ومش كافحوا وحدهم وغيرهم كافحوا والناس كل كافحت، وما عندناش الحكاية هذه السواحلية والصفاقسية والبلدية والتونسية، هذه روايق نتاع إنسان أولا أما مش مسؤول ولا مش من مخه وحب يدخل فتنة. لكن وليد الوزير الأول شفت كيفاش السؤال تو كلكم مع بعضكم؟ لا معناها خاطر المسألة أهم. يعني لماذا انتظرت الحكومة كل هذا الوقت حتى اشتعلت البلاد لتفسر سيادتك معناها هذا الرأي العام؟ صحيت سامحني أنت ساعة بارك الله عليك صحافي مميز نعرف يسترنا الكل، لكن أنت تعرف هو وقتاش وقع خرجوها نهار الأربعاء في الليل والصحافي تتبعوا تقول له ثم في الراديو انا نتبع ايش نعمل؟ ما نحكمش راهو هكاك انا نتبع. يعني قال خرجناها في الليل مخر باش ساعة الدنيا تنفجر قبل ما يفيقوا الاخرين كيف اللي احنا نبداو نايمين فهمت ولا؟ وفعلا هو عملها نهار وخرجت قامت البلاد منفجره في الشوارع والناس تجري فهمت ولا؟ مش مساله الحكومه. وقت اللي نظرنا في الموضوع قلنا تو نعملوا بيان، عملت الحكومه بيان. اولا ساعه هوني الوزير الاول عنده ملحق صحافي او مسؤول صحافي كبير انت لا عمل شاف الصحافه واعطى بيانات وقال هذا مش صحيح ومؤسف وكذا، والناطق باسم مجلس الوزراء عمل كذا. شنو هي الحكومه هي؟ كل واحد باش يقعد يعمل في خطب. الناطق باسم مجلس الوزراء زاد عمل بيان وقال راه هذا كذب والحكومه تحسب لهذا وكذا. ايش بقى قال كلام مخطر وقع تتبعه من طرف وزارة الدفاع الوطني اللي هي صحافة النظر مش مني أنا. وهذا مسألة عند القضاء وعند المحاكم، إذا يمشي عند المحاكم ويثبت اللي كلامه صحيح تو نمشيو كلنا احنا. سيدي الوزير الأول يعني تصريحات فرحات الراجحي ألا تعتقد أنها كانت بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الشارع التونسي في ظل انتقادات توجه للحكومة حول ربما تباطؤها في عدة ملفات مثلا تباطؤها في استرجاع أموال تونس بالخارج، محاسبة رموز الفساد. صحيح. هناك أيضا مؤشرات تجعل ربما من استنتاجات الراجحي أنها استنتاجات واقعية، لأنه لدى مناقشتكم للفصل 15 المتعلق بالمجلس التأسيسي قلتم أن بالانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قلتم أن هذا الفصل قد يخدم مصلحة حزب معين. نعم والحزب كان معروف. سامحني.